عايز تحافظ على ثقتك بنفسك، مش جاي اقول لكم كلمتين زي بتوع التنميه البشريه اقف بص في المرايه وقول انا كويس انا جميل. ده جو يجيب الهبل. ما هو زمان قال لك اللي يتكلم في المرايه يتجنن. لا، خليك عملي. عايز تزود ثقتك بنفسك، الموضوع بسيط بمنتهى البساطه. جاي اقول لكم كلمتين: زود مهاراتك وامكانياتك. لما يزيد الكلام ده عندك هتلاقي نفسك ماشي في السليم. ما هو من الاخر، انا دلوقتي اتعلمت انجليزي غير لما ابقى متعلم انجليزي ومعايا فرنساوي. كل ما هيبقى عندك امكانيات وقدرات اعلى، كل ما تبقى حاسس بنفسك، كل ما كل اللي حواليك هيبقوا يتمنوا ان هم يقربوا لك. ما انت راجل جينيوس مختلف. في الحالة دي ثقتك هتزيد. زود امكانياتك. انت ما بتلعبش رياضة، العب رياضة، حافظ على جسمك. ساعتها هتلاقي نفسك ماشي كده فرحان بنفسك، واللي حواليك برضه فرحانين بيك. ده ما يزودش الثقة بالنفس؟ يا جماعة الموضوع بسيط. كل ما تزود حاجة على الحاجات اللي عندك، كل ما انت هتلاقي نفسك ثقتك غصب عنك بتزيد، وغصب عن اللي حواليك بيتمنوا رضاك. ما هو انت راجل شايفينه بيعمل حبة امكانيات مختلفة عن اللي هم قادرين يعملوها. هتلاقي نفسك بتنمي نفسك في شغلك، بتاخد كورسات. كل الموظفين اللي حواليك في حتة وانت في حتة تانية عند المدير. ده ما يخليكش تزود ثقتك بنفسك؟ مش جو بقى ان انا اقعد اكلم نفسي واقول لنفسي انا كويس انا مش عارف ايه. هي مش بالكلام. قول لنفسك من هنا لغاية كمان 10 سنين انت كويس. بدل ما اتحركتش ولا خطوة، كل الكلام ده هجايص. ربنا يصلح حالي وحالكم، ونعرف نحافظ على نفسنا وعلى الثقة اللي جوانا. هي اللي هتخلينا قادرين نكمل المشوار واحنا مرتاحين. سلام عليكم، تتمسوا بالعافية.